معلومة مهمة كلنا بننساها عن بشرتنا في فترة الصيف. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسماء الدسوقي، للي يعرفني واللي ما يعرفنيش اهلا بيكم. طبعا بما اننا في فترة الصيف والجو كله بقى حر وبننزل في الشمس وبنتعرض لدرجة حرارة كبيرة وبنستعد للمصيف وبنستعد للاجازات. طب انا هعمل لبشرتي ايه وانا هتعرض لدرجة حرارة عالية؟ عشان احافظ على بشرتي لازم استخدم الصن بلوك المناسب لبشرتي، واعرف نوع بشرتي ايه. نوع بشرتي دهنية، حساسة، مركبة، كل بشرة من دول وليها الصن بلوك الخاص بيها. طيب انا اعرف منين الصن بلوك بتاعي ان هو مناسب لبشرتي ولا لا؟ لو بشرتك دهنية استخدمي صن بلوك يكون اساسه جل. لو بشرتك جافة استخدمي الصن بلوك بتاعك اساسه اويل. لو بشرتك مركبة استخدمي الصن بلوك اساسه مائي. طيب التلاتة دول بنعمل بيهم ايه؟ التلاتة دول عشان نحافظ بيهم على بشرتنا. نحافظ على بشرتنا من التعرض لدرجة الحرارة الكبيرة. بحمي بشرتي بان هي ما يحصلهاش جفاف وما يحصلهاش تصبغات وما تتأثرش بالعوامل بتاعة الشمس ويحصل لي فيها بقع وتطلع حبوب والحاجات دي كلها. طيب عشان اتفادى الموضوع ده لازم يكون اساسي بالنسبه لي قبل ما انزل من البيت استخدم الصن بلوك على الاقل قبليها بنص ساعه. طيب وبعد ما ارجع اعمل ايه؟ طبعا احنا بنكرر الصن بلوك. لو انا هقعد فتره كبيره جدا بره البيت بكرر الصن بلوك كل ساعتين او كل ما بحس ان انا وشي خلاص فقد الصن بلوك بتاعه. ولو انا على بحر بستخدم الصن بلوك الخاص بالبحر اللي انا اقدر انزل بيه الميه ويكون ازالته من على البشره مش سهل. يعني مش سهل ان هو يدوب في الميه، مش سهل ان هو يتاثر بسهوله من الميه اللي انا متعرضه لها والشمس. تمام. طيب البشرة الحساسة بتكون ليها صن بلوك خاص بيها، يعني يكون عامل الحماية بتاعته فوق 50%. حلو. طيب ليه فوق 50%؟ عشان هي بشرة حساسة، بشرة عندها نسبة امتصاص الشمس بتكون أعلى، بتتأثر بدرجة الحرارة لدرجة إن هي مش بتسمر، ده ممكن يحصل لها حروق من التعرض على الشمس وأنا مثلا قاعدة على البحر. حلو الكلام. طب الصن بلوك الخاص بيا يكون عامل الحمايه بتاعته فوق ال 50%، ده للبشره الحساسه. الصن بلوك يكون العامل الحمايه بتاعته 30% واللي احنا متعودين عليه وعارفينه، ده نستخدمه لو انا بشرتي مفيش فيها اي مشكله، بشرتي نورمال جدا. بتتغير في الصيف وبتتغير في الشتاء والحاجات دي كلها، يبقى انا الصن بلوك بتاعي بيتغير مع الصيف ومع الشتاء. تمام. بجيب الصن بلوك الملائم ليا، مش بيتغير معناها ان انا يعني هعمل كوزماتكس كتير قدامي والحاجات دي كلها، لا 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 خالص. انت بس كل الحكاية بتعرفي انا هستخدم ده في الصيف وانا هستخدم ده في الشتاء. طيب انا دلوقتي خلاص بنزل الشمس وقلنا ان احنا لازم نهتم ببشرتنا بعد ما نرجع من الشمس. طب انا بعد ما برجع من التعرض لدرجة الحرارة الشديدة اعمل ايه؟ بستخدم الكريمات المرطبة اللي هي بتعمل تبريد للبشرة. الكريمات المرطبة اللي بتعمل تبريد للبشرة دي اللي بيكون فيها خيار وبيكون فيها عسل، وبختار الكريم المناسب لبشرتي. يعني لو بشرتي حساسة ابعد عن الحاجات اللي فيها عسل. تمام. لان العسل بيعمل شويه تهيج في البشره، لان هو في احماض وفي حاجات كتيره جدا ممكن تعمل حساسيه للبشره، احماضه عاليه. تمام. طيب والكريمات اللي بتشتغل بالتبريد او على التبريد دي بتكون فيها خيار وفيها زبادي، فيها حليب باودر، يعني تقدري تعملي الكريم الخاص بيكي في البيت. لو انتي مثلا الكريم خلص من عندك او مش موجود دلوقتي او مش متوفر دلوقتي او اي حاجة، انت ممكن تعملي الكريم بتاعك في البيت، وهي الكريمات العادية المرطبة بتاعتك، يعني الزبادي والخيار، العسل والزبادي تخلطيهم على بعض، الخميرة واللبن البودرة، حاجات كتيرة قوي تقدري تعملي بيها عملية التبريد بعد التعرض للشمس. طيب بالاضافه بقى كمان طبعا ان انا بستخدم الكريمات بتاعتي العاديه اللي انا متعوده عليها، يعني احافظ على بشرتي بان انا متعوده على التبريد على البشره.